مش حريق سنترال رمسيس ده باين ان مصر فيها حاجه حلوه. فيها حاجه حلوه. هتقول لي ايه هي؟ اقول لك مش الفيز وقفت والاي تي ام عطلت وناس كتير ما بقاش معاها كاش، الحياه هتقف؟ لا يا باشا، انت في مصر. اسمع الناس قالت ايه. واحده قالت انا النهارده كنت في السجل المدني بجدد البطاقه، وواحد اداني 100 جنيه علشان اخلص بيها الورق اللي كنت محتاجاه. كنت بساله اقرب اي تي ام فين، قال لي مفيش حاجه شغاله، انت محتاجه كام؟ واداهم لي ولسه بعتهم دلوقتي انستا باي. وواحد تاني بيقول انا فولت العربيه من البنزينه وما عرفتش ادفع، مدير المكان قال لي لما تبقى تعدي علينا تاني يبقى ادفع، الدنيا ما طارتش. قلت له انا معايا 300 جنيه كاش، قال لي خليهم معاك محدش عارف الطريق فيه ايه. وواحده تانيه بتقول اشتريت من محل حاجات وما كانش معايا كاش يكفي وكل الخدمات واقفه عندي انا واختي، الراجل قال لنا خلاص لما ترجع تشتغل يبقوا حولوا لي الفلوس، رغم انه ما يعرفناش ولا بنروح عنده. حد تاني بيقول انا كنت في مكان حكومي ومحتاجه ادفع للخزنه، واحد لا اعرفه ولا يعرفني اداني الفلوس ومشي وخدت منه نمره الانستا باي بالعافيه. انا كنت بتعشى فجاي ادفع، فالراجل قال لي مفيش غير كاش، هو عارفني فقلت له خلاص على بكره ابعت لك، فقال لي ثواني، واما رجع قال لي ان مستر محمد دفع لحضرتك. مين مستر محمد؟ ما اعرفش. انا خرجت واتدفع لي وروحت. انا جبت شريط بنادول شوكوك، الشريط ب 27، قلت له خد 20 علشان عندي صداع، صعبت عليه اداني شريط وقال لي ال 20 هاتي بيهم ميه. وواحد تاني بيقول الراجل قال لي اشرب قهوتك يا فندم وابقى ادفع لي اي وقت. وسيبك من المواقف دي كلها، عارف مين دول؟ دول شباب مهندسين، في منهم اللي اتخرج وفي منهم اللي لسه طالب، وكلهم جايين متطوعين وقاعدين في الشارع زي ما انت شايف كده. بيعملوا ايه؟ بيعملوا ترميم لسنترال رمسيس علشان يرجع للخدمه في اسرع وقت ممكن. عرفت بقى ايه الحاجه الحلوه اللي في مصر؟ احنا الشعب، ربنا يخلينا لبعض وما يحرمناش من بعض ابدا.